تتمرن كل عضله في الجسم كام مجموعه وكام تمرينه في الاسبوع، وتمرن كل عضله في الجسم كام مره في الاسبوع. نمسك بقى كده ايه كل نقطه من الكلام اللي انا قلته ده ونبتدي نشرحه. اولا بقى كده كل عضله في جسمك عايزه منك كام مجموعه في الاسبوع. الموضوع بيتحدد بناء على حاجتين، اولا هل العضله دي كبيره ولا صغيره، ثانيا وده الاهم هل مستواك مبتدئ ولا متقدم. اولا العضله الكبيره في الجسم مثال ليها مثلا زي الكتف، الظهر، البنش مثلا، بتحتاج من 10 ل 20 مجموعه في الاسبوع، وممكن كمان توصل ل 25 مجموعه في الاسبوع لو انت بقى ايه راجل جامد قوي يعني ايه ومستواك متقدم جدا. والعضله الصغيره بتحتاج من 10 ل 15 مجموعه في الاسبوع. ده تقريبا ملخص لكل المرشحات اللي من الابحاث. طبعا لو ايه جيت تقرا اي بحث من الابحاث دي هتلاقي مثلا ايه في ابحاث تميل اكتر، مثلا انا دلوقتي قلت الرينج من 10 ل 20، في ابحاث مثلا تميل اكتر ان انت تميل لل10، في ابحاث تميل مثلا ل20، ولكن اللي اقدر اقول لك كملخص يعني الموضوع يختلف. لو انت مبتدئ هتبتدي تروح لرينج ال10، طب لو انت متقدم شويه هتبتدي تميل لرينج ال20 او ال25 عده للعضله الكبيره. طب بقى ايه لو عايز تاخد رايي الشخصي في الموضوع هبتدي اقول لك روح لاعلى رينج. مثال مثلا العضلات الصغيره زي ما انا قلت بتحتاج من 10 ل 15 مجموعه، مثال ليها مثلا البايسبس، الترايسبس مثلا، السمانه او كده. فاللي ارشحه ان انت تروح للرينج الاعلى اللي هو مثلا ال15. طب ليه بقى؟ السبب بقى لما انت بتكون مبتدئ تقريبا اغلب المجاميع اللي انت بتلعبها مش بتكون مجاميع فعاله، بمعنى صح مش كل مجموعه انت بتلعبها بتوصل فيها للفشل العضلي اللي هو الماسل فيلير. انا عارف طبعا مش المفروض كل المجاميع تروح فيها للماسل فيلير، ولكن على الاقل تكون قربت منها. فانت كمبتدئ انت تقريبا اصلا اغلب التمارين اللي انت بتلعبها بتلاقي مثلا انت جبت 10 عدات ولكن انت تقدر تجيب 20 عده فيها، فمجموعه زي كده تعد مجموعه مش فعاله. فمثال مثلا لو انت دلوقتي هتلعب 10 مجاميع هتلاقيهم صفصفوا على 7 مجاميع، دي المجاميع الفعاله. فعشان كده عشان تاخد الموضوع من قصرها ابتدي روح للرينج الاعلى، بحيث لو في مجاميع مش فعاله اداه تكون مثلا ما اتحسبتش كنت انت عامل حسابك يعني وامن نفسك. واحد برضه ممكن يسالني طب دلوقتي مثلا الكتف الجانبي هل ده معناه زي ما انت قلت اديله مثلا 20 مجموعه؟ لا، الموضوع مش بيتحسب كده. الموضوع مثلا بيتحسب كالكتف كامل كتوتال. يعني مثال الكتف يشمل الكتف الامامي والجانبي والخلفي، فانت تقسم ال20 مجموعه دي عليه. طب دلوقتي المجاميع دي بتتوزع ازاي؟ انت من المفترض لكل عضله بتقسمها لزوايا. مثال مثلا البنج بريس مثلا ممكن بتقسمها ل5 زوايا، مثلا هتبتدي مثلا اجزاء منهم للبنج العالي للبنج السفلي والنص مثلا وهكذا. فكل تمرينه دي كده اسمها زاويه. فانت المفروض تلعب لكل زاويه او كل تمرينه من 3 ل 5 مجاميع. وطبعا مثلا بتخش من كل مجموعه من 8 ل 12 عده، ده يعد الاوبتيمم مثلا للهايبرتروفي او الزياده العضليه. طبعا ممكن تقل عن كده شويه لو انت زياده القوه، او تزيد عن كده لو انت هدفك الانديورنس او الشده العضليه، ولكن كمجمل هم يتمحوروا حوالين ال12 وال8. طب هل مثلا غلط ان انا مثلا امسك زاويه واحده واعمل منها 20 مجموعه؟ ممكن مثلا واحد دلوقتي يقعد يقول لي مثلا هتمرن تمرينه رجل هبتدي مثلا اخد تمرينه السكوات دي اعملها 20 مجموعه. طبعا اللي ما يعرفش السكوات تقريبا بتشغل شبه كل عضلات الرجل، اغلب عضلات الرجل بتشتغل في تمرينه السكوات دي، ولكن ده مش هيكون انسب حاجه للبناء العضلي عشان دايما بيبقى مطلوب التنويع. نقطه بقى مهمه جدا لو انت مبتدئ او متقدم، العامل الرئيسي في زياده الكتله العضليه عندك، سيبك بقى من السوبر سيتس والدروب سيتس والكلام ده كله، طبعا هو حاجه كويسه جدا، ولكن العامل الرئيسي اللي هيحدد زياده الكتله العضليه هو حاجه اسمها الفوليوم او كثافه تمرينك، وان انت تبتدي تعمل فيه حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود او زياده الحمل التدريبي. والفوليوم بتاع تمرينك هو الوزن في العدات في المجاميع. هدفك ان انت في كل تمرينه تعلي حاجه من الثلاثه دول، وهتكون انت كده بتطبق قاعده البروجريسيف اوفرلود. فعشان كده زي ما انا قلت في الاول السوبر سيتس والدروب سيتس مش مهم قوي، يعني هو العامل الرئيسي في الفوليوم بتاعك، ولكن انت ممكن تبتدي تستخدم الدروب سيت والسوبر سيتس في انهم يساعدوك في ان انت تزود الفوليوم بتاعك. ثانيا بقى تمرن العضله كام مره في الاسبوع؟ طبعا كل الابحاث دلوقتي تقول لك لا تمرن العضله اكتر من مره في الاسبوع، ده افضل لبناء الكتله العضليه والماسل سترينث او انديورنس وكل الكلام ده، ولكن كتجربه شخصيه وكناس بمرنها بقول لك لا. يعني القاعده دي طبعا صح 100%، ولكن اللي انا عايز اقوله كل حاجه وليها المرحله بتاعتها. يعني لازم كل فتره تنوع بين مثلا البرو سبليت اللي هو اللي انت بتمرن كل عضله مره واحده بس في الاسبوع، او سواء بقى البوش بول ليج، او مثلا الفول بودي ورك اوت اللي انت بتمرن عضلات جسمك كلها، او سواء مثلا في البوش بول ليج اللي هو بتمرن كل عضلات جسمك مرتين في الاسبوع. يعني مثلا مثال نظام زي البرو سبليت اللي هو ان انت بتمرن كل عضله مره في الاسبوع، ده هيساعدك جدا ان انت تقدر تمسك كل عضله وتركز عليها، مثلا في نقاط ضعفك وكده تمسكها تقدر تركز عليها كويس جدا، عكس مثلا نظام زي الفول بودي ورك اوت اللي هو انت بتمرن عضلات جسمك
جسمك كل يوم. ده في نظام زي ده انت مش بتقدر تمسك كل عضله مثلا وتركز على نقاط الضعف اللي عندك فيها. وطبعا يمكن يكون من اشهر الانظمه مثلا الابر لور، وده غالبا يعني بتلاقي البنات هم اللي بيميلوا ليه اكتر. نظام الفول بودي ورك اوت كان عليه اصلا من فتره فاتت خلافات كتير جدا، ناس كتير قوي بيرجحوا فيه، وابحاث كتير قوي اتعملت عنه بتشكر فيه جدا. وبرده نظام البوش بول ليج ان انت بتمرن تقريبا عضلات الدفع في يوم، اللي هو مثلا الصدر والكتف الجانبي والامامي والترايسبس في يوم، وبتاخد يوم تاني اللي هو البول، وده بيكون عباره عن عضلات الظهر والكتف الخلفي والبايسبس، وفي يوم تالت بتاخد عضلات الرجل. ولو هتسالني بصراحه انا ده يمكن يكون من اكتر الانظمه اللي بحبها. وبصراحه انا يعني لو حد هيسالني هيبتدي ينصحني اتمرن ايه، هقول له روح للبوش بول ليج. ده نظام حلو جدا لان انت بتقدر تركز على العضله وفي نفس الوقت بتقدر تمرن اكتر من مره في الاسبوع. وممكن برده في نظام الفول بودي ورك اوت اللي هو اللي انت بتمرن كل عضلات جسمك مره كل يوم، حد يقول لي طب ما العضلات دلوقتي كل عضله عشان تعمل ريكفري بتحتاج من يومين ل3، فكده في النظام ده انا كده عضلاتي مش هتلحق تعمل ريكفري اللي هو الاستشفاء العضلي، فكده بالتالي العضله مش هتكبر. هقول لك لا، لان التكسير اللي انت بتعمله في العضلات مش بيكون التكسير اللي مستاهل اليومين او 3 من الريكفري. وطبعا لو هتطبق نظام زي البوش بول ليج بتقسم المجاميع اللي انا كنت لسه شارحها في الاول اللي هم بتوع الاسبوع على مرتين. يعني مثلا على سبيل المثال عضله زي الصدر هي بتحتاج مثلا قول 20 مجموعه، فانت لو هتعمل مثلا بوش مرتين في الاسبوع، فانت كده هتقسم كل تمرين بوش تاخد فيه 10 مجاميع وهكذا.